مفيش اي استثناء انك انت تاخد هيستوري من كل حاله، لان هتكتشف ان المره الوحيده اللي انت ما خدتش فيها هيستوري هي اكتر مره كان لازم تاخد فيها هيستوري. هتكتشف العيان عنده بلاوي كتير ما تعرفهاش غير بعد ما تشتغل، فاوعى تقع في الغلطه دي. عشان كده خلي روتين عندك انك انت بتاخد هيستوري من كل عيان، بيرسونال and ميديكال بريزنت زي باست هيستوري. ما تعتمدش على حد بيبلغك بالحاله، دايما خد الهيستوري بنفسك اول لما تشوف الحاله من العيان نفسه ومن الاهل نفسه. لدرجة إن ممكن يقع حظك في حالة طفل صغير جريت عليه عربية، ربنا ستر عليه، عنده جرح جاي تخيطه، وييجوا يقولوا لك بعد ما أنت ابتديت شغل إن هو عنده ورم على المخ بيتعالج منه. أي نعم ده ممكن ما يكونش ريليفنت، وكده كده هتعمل فيرست ايد مع العيان، ولكن عشان الفولو اب والبوند هيلينج مين هيكون مسؤول عن ده؟ مين هيعرف البروجنوزز عن ده؟ لازم تبقى عارف الهيستوري بتاع العيان كويس وتفهمه عشان تقدر تتابع معاه.